علاش اوروبا بنادم كله تيبان لك تقريبا بوغوس، عوينات خضرين، الحيمات نقيين بلقين، لا الدراري لا الدريات كلشي زوين. هادوك الناس كيديروا عمليه تتسمى تحسين النسل. انت ساكن في الطاليان كتمشي لسويسرا تتزوج، انت ساكن في اسبانيون كتمشي لفرنسا تتزوج، تتولدوا انسان متكامل ذهنيا جسديا عقليا كلشي. ولكن هنا في المغرب علاش ما تتصدقش هاد تحسين النسل؟ حيتاش انت ولد القعبه تتقلب على دمك، تتزوج بدمك والجينات ديالك وديال ديك القلوه اللي دبرت لك عليها امك ولقاتها في الحمام ولا شافتها ترميتها كبيره في العرس ولا بنت خالتك، تيتقاربوا الجينات كتقول لها ما هذا، كتقول لها لا اعرف ما هذا، سنلد له هذا، تيبقى يولدوا لك هذا اللي راسو كبير، اللي ما تيفهمش، اللي تيدير 20 عام وتيبقى يبول. علاش؟ حيتاش اولاد القحاب تتزوجوا من دمكم. ابتعدوا عن دمكم يا ابناء القحاب. شو كنتو تولدونا اولاد القحاب خايبين؟ ما تتولدوش الجمال يا زبي، الجمال ما كاينش. عندنا 3 ديال الانواع اللي تيتولدوا في المغرب، بشع جدا، بشع بدرجة لا توصف. خيبوع ولد القحاب اللي بغى يتزوج يدير معنا زوين حتى حنايا. بعد ولد القحبه باش يتزوج سير ولد القحبه لطنجه، سير اكادير، مراكش، باش انا كزبون في العائله ديالك ملي نبغي نسافر نفرح نمشي عندك لطنجه. ما تتزوجش ليا وحدا كري وتبقى حدا كري بيني وبينك 4 دراهم ديال المركوب. دير معنا زوين، حسن النسل وخلينا نسافروا يا ولاد القحاب.